السلام عليكم الأحباب، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو إن شاء الله في أحسن حال، بصحة جيدة وتكونوا مزيانين وبخير وعلى خير. اليوم الصراحة بغيت نشارك معكم الطاجين ديال البرقوق اللي حنا صراحة معروف عندنا في المغرب الطبق اللي كنضيفوا به كنصايبوه في المناسبات، في الأعياد أو في الأعراس ديالنا. هذه هي الطريقة باش كنصايب الطاجين ديال البرقوق وكيجي لذيذ بزاف على الطريقة ديال الوالدة ديالي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، تابعوا الفيديو. هنايا خديت واحد كيلو ديال اللحم، غادي نضيف ليه 3 ديال الفصوص ديال الثومه، غادي نحكهم بحكاكه عاديه، وغادي نضيف ملعقه ديال الكركم، ملعقه ديال الملح، وملعقه ديال الابزار، وملعقه ديال الزنجبيل اللي هو سكينجبير، وملعقه ديال الكمون. غادي نخلط المكونات وغادي نضيف ليهم ملعقه ديال السمن البلدي حر، السمن الحار. غادي السمن معتق، زعما الا كان مده طويله ديروا غير شي شويه، الا كان السمن زعما باقي جديد ملعقه. هنايا غادي نخلط كلشي المكونات وغادي نخليه واحد 4 ديال السوايع كي كتشوفوا معايا. غادي نسد عليه بالبلاستيك وغادي نخليه يرتاح واحد مده، عاد ندوز نطيبو. ممكن نطيبوه ديريكت، ولكن انا كان عندي الوقت هنايا حطيته تقريبا واحد 4 سوايع على ما نصايب حوايج اخرين. هنايا غادي ندوز نصايب كلشي، غادي نحطو في الكوكوت او الطنجره ديال الضغط كي كتشوفوا معايا. جميع الاطراف ديال اللحم. هنايا غادي نضيف ليه واحد بصله صغيره متوسطه، غادي نحكها فقط، ما غاديش نكتر من البصل. غادي ناخذ بصله وحده وغادي نحكها، وغادي نضيف واحد تقريبا 2 معالق حتى 3 معالق ديال زيت الزيتون. غادي نكتفي، ما نكترش بزاف لان فيه الشحمه. وكي كتشوفوا معايا من بعد غادي نخلط المكونات وغادي نقليهم شي شويه على النار حتى تقلى ليا ديك البصله غير شي شويه. ومن بعد غادي نسد عليها، غادي نضيف ليها واحد تقريبا كاس متوسط، كاس متوسط ما عامرش ديال الماء. ممكن تضيفوا غير نص كاس او كاس ما عامرش باش تبقى ديك المرقه تختار لك، طيب فيها داك اللحم. واللحم غيطلق الماء ديالو، والبصل حتى هو غيطلق الماء ديالو، ما يحتاجش بترويو كميه كبيره. صراحه هذا هو السر. السر هو ان ما خصناش نكثروا الماء في الطنجره حتى يولي داك المرق اكثر من اللحم. دائما كنكتفوا بكميه قليله. هنا كتشوفوا معايا كنقلي اللحم، لا غادي نقليه حتى يطيب، تدبل ليا شويه ديك البصله، عاد نسد عليه. وصراحة هذه اختيارية، هذه ماشي ضرورية تقليه، ولكن حتى ديك البصلة كتدبال، كتقلى شوية في داك الزيت ودا سميتو داك المكونات، صافي كتعطي نسمة زوينة في الطياب. هنا تشوفوا ضفت ليها كاس ديال الماء وغادي نسد عليها. وكتشوفوا معايا غادي ندوز نصايب البرقوق راكم عارفين التعسال ديالو، الطريقه باش كنصايبوه حنا كلنا كنعرفوا نصايبوه. البرقوق هو غادي نغسل البرقوق وغادي ندير في الماء يطلق، وغادي نخليه حتى يطلق، نحيد له داك الماء ونضيف ليه ملعقه ديال السكر او العسل وقرفه ونخليه يتحمر. هنايا تشوفوا معايا الكوكوط ما حليتها فاش وصلت نص الطياب. تفكرت انني ما ضفتش ليها القزبور، حبوب غبره، قزبور مطحون. هنا ضفت ليها واحد الملعقه ما كاملاش ديال القزبور وغادي نسد عليها. غادي نرجعها طيب واحد تقريبا نص ساعه على نار مهيله. غادي نحط الطنجره طيب على نار مهيله. هنا كي كتشوفوا معايا غادي ندوز نصايب كسكسو كلشي كيعرفوا. غادي نصايبو 2 تفويرات تقريبا. خديت الكسكسو غادي نضيف ليه الكسكس، غادي نضيف ليه كاس واحد الملعقه ديال الزيت، وغادي نحركو باش توصل للزيت باش ما يتلصقش ليا. وغادي نضيف ليه الماء ونخليه حتى يشرب داك الماء ونفورو، ونعاود نحيدو من التفويره ونعاود نسقيه شويه ديال الماء وشويه ديال الملحه
ونعاود نخليه يشرب داك الما ونرجعو تاني يتفور مرة أخرى في الطنجرة. ملي غيطيب ليا كسكسو كي كتشوفوا معايا، غادي نخرّجو، غادي نضيف ليه شوية ديال ال تقريبًا واحد كاس ما عامرش، نص كأس ديال الحليب المحلى تقريبًا، وغادي غادي نضيف ليه شوية ديال ما كانش عندي الزهر، غادي نضيف ليه ساشي ديال السكر الفاني. هنايا ممكن اكتفيت ممكن تضيفوا ليه الزبيب، هنا اكتفيت غير بالكسكس عادي فقط. درت ليه نسّمتو بداك الحليب المحلى تيعطيه مذاق واعر ولذيذ وشوية ديال الفاني صافي فقط. هنا كتشوفوا اللحم طاب ليا، غادي نصايب البلا غادي نقدمو بهاد الطريقة. غادي نقدّم السفة في واحد الكأس أو إناء عالي، وفي الطبسيل التحتاني غادي ندير فيه القطع ديال اللحم، والسفة غادي نزينها بشوية ديال القرفة وشوية ديال اللوز مطحون. الصراحة هادشي معروف عندنا حنايا، السفة كنزينوها بشوية القرفة واللوز. اللوز كيكون مقلي ولا محمر، غادي نطحنو وغادي نزين به السفة. كتشوفوا غادي نضيف ليها شوية ديال القرفة وشوية ديال اللوز محمر. وهنايا حتى البرقوق زينته بنفس الطريقة، غادي نزينو بشوية ديال اللوز، ومن بعد غادي نزين به اللحم. هذه هي الطبق اللي معروف واللي كلشي كيصايبو. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هاد الطريقه باش كنصايب بها انا البرقوق، اللحم بالبرقوق. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتخليو لي الاراء ديالكم. صراحه جاب في المذاق رائع بنين بزاف. صراحه هذه هي الطريقه اللي معتمدها، كنشوف الوالده كتصايبها بالطريقه هذه، حتى انا كنصايبها بهذه الطريقه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. نخليكم في امان الله، خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، ونتمنى هذا الفيديو نلقى تشاركوه مع صحابكم وحبابكم، علاش لا. وشكرا لكم على المشاهدة.